لو انت مش بتستخدم ال AI agents حاليا في شغلك او البيزنس بتاعك، فانت بتضيع على نفسك كل يوم وقت ومجهود في حاجات هو يقدر يعملها لك مجانا. ولو انت فريلانسر تقدر تعرض الخدمه دي على عملاء كتير بما ان الطلب عليها حاليا عالي. خليني اوريك امثله عن ال AI agents اللي انت هتكون بتعرف تبنيها لوحدك ان شاء الله بعد ما تخلص فرجه على الفيديو ده. عندك ال AI agent ده بيشوف كل الرسائل اللي بتتبعت لك على الايميل وبيصنفها على حسب الليبلز اللي انا عاملها اللي هم الخمسه دول. مثلا لو حاجه ضروريه هيحطها في الليبل ده الارجنت، هتخش تلاقيها هنا بس، بحيث ان هو ينظم لك الايميلات اللي بتتبعت لك كلها. مش بس كده، هو كمان بيكتب درافت بالتوجيهات اللي انا قايل له عليها. انا هنا هبعت لنفسي ايميل علشان نجربه ونشوف هو شغال بيبقى عامل ازاي. دلوقتي بعد ما بعت الايميل يا شباب، خلينا ندوس اكسكيوت ورك فلو ونشوف الاي اي ايجنت هيعمل ايه. زي ما انتم شايفين هو شغال اهو. المفروض دلوقتي يعمل الدرافت ويحط رساله في ليبل من الخمسه دول. هو لسه مخلص، يعمل ريفرش اهو الدرافت عمله. زي ما انتم شايفين ان انت تقدر تيجي بقى وتعدل عليه او تبعته زي ما هو لو عاجبك. في نفس الوقت هو راح وحطها في الليبل اللي لقاها مناسبه للرساله. زي ما انتم شايفين هو راح وحطها في سبورت ريكويست. والاي اي ايجنت ده بيرد على اي استفسارات عن العياده، والناس تقدر من خلاله تحجز جلسات واستشارات في العياده بكل سهوله. طبعا حاجه زي كده مش شرط تبقى العياده بس، هي تنفع على اي لوكال بيزنس عامه. خلينا دلوقتي نروح ونجربه مع بعض. انا دلوقتي هبعت له اهو، هقول له عايز احجز استشاره بكره الساعه 2 الظهر، نشوف هيقول ايه. زي ما انتم شايفين هو شغال ورا. طبعا انا قايل له كل التفاصيل بتاعه العياده. زي ما انتم شايفين هو راح وشاف الميعاد ده مناسب ولا لا، لقى ان الميعاد ده فاضي. دلوقتي بيسالني على اسمي والايميل علشان يسجلني. انا دلوقتي كتبت له البيانات اللي هو كان طالبها اهو، هبعتها له ونشوف هيعرف يسجلني ولا لا. دلوقتي هو رد وبيسالني عن مده الاستشاره. انا اقول له مثلا خليها ساعه او خليها نص ساعه. نص ساعه. ابعت له ونشوف هيقول ايه. المفروض كده بقى يروح ويسجلها. هو زي ما انتم شايفين استعمل كرييت ان ايفنت وراح وسجلها وبعت لي الايفنت كود ده. الكود ده هو بيقول لي احفظه عندي عشان ده اللي هعرف منه اعمل ابديت للاستشاره. ولو رحنا على جوجل كالندر علشان نتاكد ان هو سجل الاستشاره، هنلاقي ان هو سجلها بالفعل. كنت قايل له الساعه 2 الظهر بكره، واحنا النهارده يوم 20 يوم 21 اهو الساعه 2. هو كده سجلها بنجاح. فلو انت حابب تعرف ازاي بنبني اي اي ايجنتس زي اللي قدامك ديت، سواء عايز تستعملها لنفسك او تبيعها لعميل، تابع معايا الشرح وان شاء الله تفهم كل حاجه وهتلاقي الموضوع بسيط جدا. طيب يا شباب، ده اهم جزء في الفيديو فعايزكم تركزوا فيه. اللي يفهم الجزئيه ديت حرفيا هيعرف يبني اي اي ايجنت في ان ات ان بعد كده. ده محمد صلاح. تمام. محمد صلاح في الماتش لما بيجي يفكر انا هباصي او هشوط او هراوغ او هعمل ايه بالظبط، بيستعمل ايه؟ بيستعمل عقله. فاحنا كده متفقين ان اول حاجه بيعملها ان هو بيفكر هيعمل ايه. تاني حاجه لما بيجي ينفذ اللي فكر فيه بيستعمل ايه؟ بيستعمل رجله. طبعا كلنا بنشوف محمد صلاح لما بيباصي الكرة لزميله من غير اصلا ما يبص هو فين. فهو بيعمل ده من خلال الذاكرة، إن هو بيبقى شاف زميله قبل كده وهو بيجري في حتة معينة، فبيقدر يتوقع إن زميله هيبقى في الحتة ديت لما يباصي الكورة. فدي كده كانت تالت حاجة هو بيستعملها في الماتش وهي الذاكرة بتاعته. وال11 لعيب اللي في الفريق بيبقوا ماشيين على خطة المدرب هو اللي عاملها زي الكابتن حسام حسن كده. فكده نقدر نقول إن المدرب هو اللي بيوجه اللعيبة. ال AI agents بتستعمل نفس الأربع حاجات اللي قدامكم دول بالظبط مع اختلاف الأسامي، وهنشوف دلوقتي. فخلينا هنا نفترض إن اللي قدامنا ده هو ال AI agent. محمد صلاح كان بيفكر بإيه؟ كان بيفكر بعقله. ال AI agent بيفكر بال LLM أو Large Language Model. ده الاختصار بتاعها. LLM هي ال Large Language Model. وال Large Language Model هو بيبقى حرفيا الحاجة اللي ال AI agent بيستعملها علشان يفكر. وكده احنا نستنتج إن ال AI agent بتاعنا لو بيطلع منه مشاكل كتير وقت التفكير أو بيفكر ببطء، فالمشكلة هتبقى في ال LLM. تاني حاجة محمد صلاح كان بيستعملها هي الذاكرة بتاعته عشان يبقى فاكر ايه الاحداث اللي بتحصل في الماتش. نفس الكلام ال AI agent بيستعمل ميموري عشان يبقى فاكر الاحداث اللي حصلت قبل كده. محمد صلاح لما كان بيجي ينفذ الحاجه اللي فكر فيها عقله كان بيستعمل رجله، صح؟ هنا عندنا ال AI agent بيستعمل تولز احنا بنديها له. الشخص اللي بيبني ال AI agent هو اللي بيوجهه، بيحط له السيستم برومبت. السيستم برومبت بيبقى عباره عن توجيهات انت بتديها لل AI agent. تقول له مثلا استعمل التول ديت قبل ديت، ولما تطلع حاجه اعمل كذا. تدي له كل التفاصيل اللي هو محتاج يفهمها من خلال السيستم برومبت. اتمنى يا شباب المثال ده يكون وضح لكم مكونات الاي اي ايجنت. خلينا بقى نروح ان ات ان ونشوف الكلام ده بيبقى عامل ازاي هناك. اهو ده يا شباب الاي اي ايجنت جوه ان ات ان. زي ما انتم شايفين في الشات موديل ميموري والتول. الشات موديل دي هي نفسها ال ال ام. في السيستم برومبت بيبقى موجود جوه الاي اي ايجنت. هنشوف كل حاجه دلوقتي. فخلينا نشوف الميموريز كده. احنا عندنا كام نوع؟ احنا عندنا خمس انواع. بس عايز اقول لك ان اول واحده دي السيمبل ميموري بنستعملها بس في التجارب والمشاريع البسيطه قوي، لكن مثلا لو حاجه شخصيه. لكن لو هتعمل مشاريع لعميل فهتستعمل حاجه من الاربعه دول. في الاغلب هتبقى بوست جريس او ريدس. لو حابين نعمل فيديو نشرح فيه الميموريز قولوا لي في التعليقات وانا هعمله باذن الله. لكن دلوقتي خلينا نستعمل السيمبل ميموري عشان نكمل شرح الاي اي ايجنت. كده يا شباب الاي اي ايجنت بقى عنده ميموري. تاني حاجه بقى هي التولز. والتولز في منها كتير قوي في ان ات ان. حتى لو تول مش موجوده بنيتف انتجريشن انت تقدر تستعمل اتش تي تي بي ريكويست تول اللي هي دي، وبكده تقدر تربط اي اداه ان ات ان عادي. وعندك النيتف انتجريشنز هتلاقيها هنا. اكشن ان اب. هنا يا شباب هتلاقي كل التولز اللي ليها نيتف انتجريشن مع ان ات ان، وده نفس المكان اللي انا جبت منه التولز اللي شفناها في اول الفيديو. دلوقتي معانا المخ بتاع الاي اي ايجنت او ال ال ام، بيبقى موجود في الشات موديل. لو دوسنا عليها يطلع لك كل المودلز المتاحه.
ولكن اغلب المودلز اللي قدامك دي ما بتبقاش ببلاش. عشان تشغل اي اي ايجنت بموديل مجاني في طريقتين، طريقه باوبن راوتر وطريقه بجوجل اي اي ستوديو. انا دلوقتي هشرح لك الطريقه اللي بجوجل اي اي ستوديو. اول حاجه انت عايز تيجي هنا على الشات مودلز وتنزل لحد جوجل جيميناي شات موديل اللي هي دي، تدوس عليها وهتدوس سيت اب كريدنشال. بعد كده انت محتاج الاي بي اي كي، اوريك تجيبها منين. هتروح وتكتب في الشات جوجل اي اي ستوديو، خش عليه. بعد ما تسجل في جوجل اي اي ستوديو هيظهر معاك الصفحه دي، تنزل هنا على جيت اي بي اي كي، هي دي، تدوس عليها. انا علشان عامل قبل كده اي بي اي كي فهتلاقيه ظاهر عندي هنا، انما انت يبقى عندك الصفحه دي فاضيه. هتيجي هنا فوق على كرييت اي بي اي كي وهتدوس عليها وهتعمل كي، هتسمي الكي بتاعك اي حاجه انت عايزها، وهتيجي هنا على كرييت بروجكت وتدوس عليها وتسمي البروجكت بتاعك برضو وتدوس كرييت. بعد ما تخلص الخطوات دي انت كده معاك الاي بي اي كي بتاعك. كل اللي عليك تعمله ان انت تيجي هنا وتعمل كوبي للاي بي اي كي وتروح على ان تاني تعمل له بيست هنا، بس كده تدوس سيف. كده انت بقى عندك مخ للاي اي ايجنت بشكل مجاني تمام. ولكن برضو خليني اقول لك حاجه مهمه، المودلز المجانيه بيبقى ليها ليميتس ومش بتبقى بنفس كفاءه المودلز المدفوعه. فانت على حسب البروجكت اللي بتعمله، لو انت شغال لعميل طبعا هتحتاج حاجه مدفوعه من مثلا اوبن اي اي او انثروبيك او ايا كان منين، بس هيبقى موديل قوي يعني مدفوع، عشان زي ما قلنا ال ال ام هو اللي بيبقى مسؤول عن تفكير الاي اي ايجنت. انما لو انت بتعمل مشاريع خاصه بيك او حاجه بسيطه مثلا او انت بتتدرب فتقدر تستعمل الموديل المجانيه دي عادي جدا. دلوقتي خلينا نروح على اخر حاجه ورابع حاجه، التوجيهات. زي ما قلت لك بتبقى من السيستم برومبت. السيستم برومبت يبقى من هنا بتدوس على الاي اي ايجنت كده وبتخش جوه. هتيجي هنا تحت وتدوس اد اوبشن وهتلاقي سيستم برومبت او سيستم مسج اهي، تدوس عليها. هنا انت بتكتب كل حاجه انت عايزها وبتحط كل التوجيهات للاي اي ايجنت. خليني برضه اعرفكم ايه البرومبت او اليوزر مسج، لان انت ما ينفعش تشغل اي اي ايجنت من غير ما تحطها. فاليوزر مسج دي بتبقى عباره عن ايه؟ لو انت مثلا دخلت في شات جي بي تي وكتبت له اي حاجه، اللي انت كتبته ده هو برومبت او يوزر مسج او يوزر برومبت، كل دي اسامي ليه. ونفس الشيء في الاي اي ايجنت، هي بتبقى الرساله اللي هو بيستلمها في الاول. ولو انت لسه مش فاهم قوي ايه اللي المفروض تحطه في اليوزر برومبت هكمل معايا الفيديو وهتفهم دلوقتي. خلينا دلوقتي يا شباب نرجع للاي اي ايجنتس اللي شرحناهم في اول الفيديو عشان نثبت كل اللي شرحناه. اهو ده مثلا يا شباب زيه زي اي اي ايجنت، بيبقى عنده نفس الاربع حاجات اللي احنا شرحناهم: شات موديل، ميموري، وتولز، وسيستم برومبت جوه. انا هنا مستعمل سيمبل ميموري عادي، والشات موديل مستعمل بتاع اوبن اي اي اللي هو شات جي بي تي. تولز عندنا اتنين، واحده بتديله القدره ان هو يحط ايميل مبعوث لك جوه ليبل، الثانيه اللي هي كرييت درافت بتديله القدره ان هو يكتب لك درافت في الجيميل. فانا عايزك تفكر في التولز اكنها قدرات انت بتديها للاي اي ايجنت بتاعك، بس لازم تعرفه القدرات دي تشتغل ازاي صح. عشان كده احنا بنكتب سيستم برومبت. فده يا شباب هو السيستم برومبت اللي انا عامله. طبعا انا مش كاتب كل ده بنفسي، انت هنا بتستعين بالاي اي عادي زي ما بنستعين بالاي اي في كتابه الكود. لازم تعرفه كل التفاصيل، يعني تقول له انت عايز الاي اي ايجنت بتاعك يعمل ايه، وتقول له التولز اللي انت مديها له، وكمان الموديل لو تعرف تقول له كل التفاصيل وكل حاجه بالظبط علشان يكتب لك سيستم برومبت تاخده كوبي بيست وتحطه هنا عادي. بالمناسبه يا شباب مش عايزكم تقلقوا خالص من كل التفاصيل دي، انا هسيب لكم رابط في التعليقات او في اول كومنت تقدروا تنزلوا منه الاي اي ايجنتس اللي احنا بنشرحها في الفيديو ده عشان تشوفوا بنفسكم السيستم برومبت بيبقى عامل ازاي وكل حاجه. وقبل يا شباب ما نروح على الاي اي ايجنت التاني عايز اوريكم بسرعه على اليوزر برومبت عشان تبقوا فاهمين بنحط جواه ايه. انت بتحط ايا كانت ايه الرساله اللي انت عايز الاي اي ايجنت يقراها. هنا انا كتبت له الايميل بادي، رحت ساحب السنابت اللي هو البادي بتاع الايميل، رحت ساحبه وحطه هنا. وهكذا في الايميل سبجكت والفروم والتو والاي دي بتاع المسج. كل الحاجات دي انا حطيتها له علشان يبقى واخد كل تفاصيل الايميل اللي مبعوت لي علشان يعرف بقى يحطه في ليبل او يكتب لي درافت ليه. بالنسبه لتاني اي اي ايجنت هو نفس الفكره يا شباب بالظبط، الموديل، الميموري، تولز، والسيستم برومبت. بس خلينا نبص على السيستم برومبت والتولز بما ان هم اللي بيتغيروا باغلب الوقت. انا مديله اربع ادوات يقدر يستعملها، واحده بيشوف بيها المواعيد المتسجله طول الشهر، واحده بيعمل بيها ابديت للميعاد المتسجل، وتول بيحجز بيها المواعيد، واخر واحده دي بيشوف بيها لو ميعاد معين متاح ولا لا، يعني مثلا بكره الساعه 5 يبقى فاضي ولا لا. فالاي اي ايجنت بيحتاج توجيه علشان يعرف يستعمل الاربع ادوات دول صح، وده بيبقى دور السيستم برومبت. وزي ما قلت لكم بتلجأوا للاي اي في الخطوه دي. اما بالنسبه لليوزر مسج فزي ما قلت لك هي بتبقى الحاجه اللي انت عايز الاي اي ايجنت يرد عليها. في الحاله دي هو بيرد على استفسارات الناس واسئلتها على التليجرام، فانت عايز تحط الحاجه اللي الناس بتكتبها صح. ودي بتيجي من تليجرام تريجر اللي هي بتبقى التكست دي بتبقى عباره عن ايه؟ دي بتبقى زي ما احنا شفنا في الاول، الحاجه اللي انا بكتبها على التليجرام بتظهر هنا في التكست، تسحبها وتحطها له وهو هيرد عليها. بعد كده انت بتاخد الرد بتاع الاي اي ايجنت وتبعت المسج في النوت ديت اللي هي سند تكست مسج. كده يا شباب احنا خلصنا الفيديو بتاع النهارده، يا رب تكونوا استفدتم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، ولو حابين تنزلوا الاي اي ايجنتس اللي قدامكم دول هسيب لكم الرابط في التعليقات او في اول كومنت.